انا ما بشتغلش في الشهر كله اكتر من 10 20 ساعه في الشهر كله، وباخد منه اكتر من الشركه، فلا الموضوع فعلا يستحق. يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ معاكم اسلام صلاح، والنهارده انا جايب لكم توب ريتد فريلانسر من موقع اب وورك، مصطفى طه. في الحقيقه انا دايما انا اللي بكلم الناس وبقول لهم انا مثلا عايز اعمل معاكم لقاءات عشان نفيد الناس اللي معانا هنا اللي على القناه. لكن الجميل في اللقاء بتاع النهارده ان مصطفى هو اللي كلمني، هو اللي بيزن عليا يلا نعمل لقاء، يلا نعمل لقاء، يلا نعمل لقاء، عشان عندي حاجات كتير قوي عايز اشاركها مع الناس، عشان واثق انها هتفيد الناس دي. فانا متحمس جدا لوجود مصطفى معايا، ومش هتكلم اكتر من كده. هسيبه هو يعرف بنفسه، وهسيبه وهساله على اغلب الاسئله اللي كانت بتجيلي على القناه، واغلب الاسئله اللي انا شفتها من واقع الفتره الطويله اللي انا اشتغلتها فريلانسر، والاسئله اللي كانت بتجيلي وانا كنت بدرس للطلبه في منحه وزاره الاتصالات كفريلانس. فهنحاول ان شاء الله ان احنا نغطي اغلب الاسئله اللي عندكم، بحيث ان شاء الله يبقى عندك طريق واضح لو انت لسه ما ابتديتش تشتغل فريلانسر، او لو انت شغال فريلانسر وعايز تبقى توب ريتد، او واحد تاخد فلوس محترمه في ايا كان المكان اللي انت هتشتغل فيه، سواء على اب وورك او غير اب وورك. منورنا يا مصطفى. اهلا وسهلا. طيب مصطفى، ابدا كده، عرف الناس بنفسك. يعني انت شغال دلوقتي على اب وورك توب ريتد، انت شغال في مجال ايه يا مصطفى؟ السلام عليكم اولا. أنا اسمي مصطفى، الحمد لله شغال على اب وورك بقالي حوالي سنه. شغال في مجال الديجيتال ماركتنج. تخصصي بالذات في الاي كوميرس والليد جنريشن كامبينز. ده تخصصي بشكل اساسي على اب وورك يعني. طيب ممتاز. مصطفى، انت لما ابتديت يعني انت شغال دلوقتي في مجال الديجيتال ماركتنج، انت تخصصك ايه اصلا كدراستك او ككده؟ انا اصلا بدرس في كليه طب الاسنان، ملهاش مم. اي علاقه بالماركتنج. وانا لسه طالب يعني، الحمد لله خلصت سنه تانية وداخل سنه تالتة ان شاء الله. فمالهاش اي علاقه بالماركتنج، لكن لما بدات كورسات وكده والحمد لله طورت من نفسي، ففي الاخر الحمد لله بقيت توب ريتد على ابورك. الرحله خدت منك وقت قد ايه يا مصطفى، من انت لسه ما عندكش خبره لواحد بقيت توب ريتد؟ يعني بداية الطريق عندك، طرف الخيط ابتدى ازاي؟ هو الموضوع بدأ معايا تقريبا من حوالي سنتين، من كورسات اللي هي اف دبليو دي بتاعت وزاره الاتصالات المصريه، وكنت خدت الكورس معاك بتاع الفريلانسنج. مم. طبعا الكورس بتاع وزاره الاتصالات المصريه كان مجاني. خلصته في حوالي 6 شهور، خلصت الثلاث ليفلات بتوعه وخلصت المشاريع بتاعته. بعد كده لما خلصتهم ودخلت على قناتك، ساعتها ما كنتش لسه عارف قناتك، لاني لسه ما كنتش عارف اتخصص في ايه، لان الديجيتال ماركتنج زي ما احنا عارفين في تخصصات كتيره، فانا لسه ما كنتش عارف اتخصص في ايه. فدخلت يعني قلت في الاخر خلاص اتخصص في الادز بشكل عام، ويعني بالاخص فيسبوك ادز. فدخلت عندك على القناه وزير الفيسبوك، واستفدت جدا جدا من الفيديوهات. كنت كل يوم بتفرج، يعني كل الفيديوهات كنت بخلصها مثلا في يوم او يومين بالكتير، وعلى اخر اسبوع كل فيديو كنت بخلصه مثلا كنت بتفرج عليه 3 4 مرات مثلا. كان زي ورد يومي كده ما شاء الله. يعني بصراحه كنت استفدت جدا. فبعد كده بقى بدات بقى في رحله شغلي لحد ما وصلت على اب وورك. يعني قبل اب وورك، يعني ما بين الكورسات واب وورك كان في فتره كنت انا بشتغل فيها في شركات. يعني نقدر نقول ان انت ما كانش عندك اي خبرة تقريبا خالص قبل ما تشتغل على ابل، صح كده؟ لا، قبل ما اشتغل اب وورك كان عندي مم. خبره من شركات. يعني هي دي برضو نقطه مهمه. مم. ان انا كنت عايز ابدا على ابورك، انا كان عندي حاطط هدف امامي ان انا ابدا على ابورك. لكن هي الفكره زي ما احنا عارفين لازم يكون عندك بورتفوليو او سوشيال بروف ان انت تقدر تعمل العمل اللي هو الشخص عايزه. مم. فانا قلت طيب ايه المتاح حاليا؟ لقيت ان في جنب كذا شركه كانوا عايزين ناس ميديا بايرز او ناس في الديجيتال ماركتنج بشكل عام. فتره اشتغلت حوالي ما بين 6 شهور 8 شهور تقريبا مع الشركات. كنت بصحى الصبح الساعه 10 الصبح لحد الساعه 8 بالليل، كل يوم 6 ايام في الاسبوع، كان عذاب يعني. مم. الحمد لله في الاخر جبت منهم سوشيال بروف. بقى عندي كيس ستاديز محترمه مع الشركات ديت. كان في منهم ايجنسيز، ديجيتال ماركتنج ايجنسيز اشتغلت معاها وكده. وفي خلال شغلي مع الشركات ديت نقلت على الاب وورك. يعني انا كنت بشتغل على الاب وورك وفي نفس الوقت مع الشركات ديت لحد الحمد لله ما بدا اب وورك يجيب لي دخل كويس ويجيب لي علماء عملاء كويسين من على اب وورك. في الاخر الحمد لله يعني قررت خلاص ان انا اكمل فريلانسنج على اب وورك واترك الشركات ديت. طيب ده هياخدنا لسؤال تاني يا مصطفى. جبت الشركات منين؟ يعني ما برضو كله عايز خبرة، ولا هم كانوا طالبين حديث تخرج، ولا انت جبتهم وتواصلت معاهم وقفلت الديل معاهم، او اشتغلت معاهم ازاي؟
شوف، هي قصة طويلة بس أنا هحاول أختصرها. أنا قعدت تقريبا 3 شهور بدور على شركات وبقدم، وكل شوية بحاول أحدث السي في، وكل ما آخد كورس أحطه في السي في. لكن برضه في جزء الإكسبيرينس أحط مشاريع وزارة الاتصالات المصرية، يعني برضه دي مش مشاريع قوية يعني. ففي الآخر يعني الحمد لله قعدت 3 شهور. طبعا كان فترة يعني بصراحة كنت بدأ فيها كتير، ربنا وفقني إن أنا ألاقي شغل وكده. الحمد لله في الآخر قابلت مدير شركة. هو كان اخر انترفيو، والانترفيو دوت انا ما كنتش اروح اصلا. يعني قعدت قبليها مثلا حوالي، كان كل اسبوع بيجي لي حوالي 2 او 3 انترفيو لمده 3 شهور. فتخيل كميه الانترفيوز اللي انا رحتها، وفي منها بالعربي وفي منها بالانجليزي، وكلهم كان موضوع الاكسبيرينس عندهم ده كان اساسي زي ما انت قلت كده. اخر انترفيو قلت انا مش هنزل اروح انترفيو، بس سبحان الله قلت ايه، انزل اروح اجرب حظي. انا عارف ان هو في الاخر يقول لي انت ما عندكش اكسبيرينس وكده. في الاخر نزلت الانترفيو دوت. يعني الراجل سبحان الله شافني ارتاح لي، كان توفيق من عند ربنا. بقى قال لي طب يلا اشتغل. طب انت مش تسالني عن اكسبيرينس؟ قال لي لا لا مش مشكله، اشتغل والاكسبيرينس تيجي مع الوقت. وسبحان الله كان حتى شغالني ساعتها بمرتب كويس يعني. دي كان اول شركه اشتغلت معاها، قعدت معاهم حوالي 3 شهور. بعد كده رحت شركه تانيه، يعني كنت انا اعتذرت عن العمل معاهم، يعني رحت شركه تانيه برضه اشتغلت معاهم فتره. وبعد كده رحت شركه تانيه كانت ديجيتال ماركتنج ايجنسي، ودي اتعلمت منها كتير. ودي نقطه مهمه، ان انا في حاجات انا مش باخد بالي ان انا لازم اتعلمها غير لما اشتغل في ايجنسي. انت لما تشتغل في ايجنسي في حاجات كتير انت لازم تاخد بالك انت تتعلمها. انا مثلا في الاول كنت بشتغل مثلا فيسبوك ادز فقط، اكتشفت لا ان جوجل ادز برضو محتاج ان انا اكون متعلمه. جوجل تاج مانجر ان انا اسطب التاجنج كودز مهم جدا، اتعلم الداتا لايرز. الحاجات دي كلها كانت مهمه جدا. جوجل اناليتكس دوت شيء مهم جدا، ان انت ازاي تقدم التقارير والريبورتس من خلال جوجل داتا ستوديو او جوجل لوكال ستوديو. الحاجات ديت مهمه جدا. انا ما كانش هيجي في بالي ان انا اتعلمها اصلا غير لما اشتغلت مع ايجنسيز. في الفتره ديت زي ما قلت كده كان الحمد لله بدات اجمع بورتفوليو كويس، اعمل بورتفوليو كويس واعمل كيس ستاديز. ودي نقطه مهمه، ان انت مش مجرد البورتفوليو بتاعك يكون سكرين شوتس لحملات. حاول تحكي قصه. يعني دايما حاول تيلينج ستوري. انت لما تحكي قصه العميل بيقتنع بيها اكتر من مجرد شويه سكرين شوتس وخلاص. لما تحكي قصه ان العميل كان عنده مشكله كذا، وبعد كده انت حلتها له بالطريقه كذا، وفي الاخر وصلنا للنتيجه كذا، وكل دوت موجود بارقام في الستوري بتاعتك، دوت بيخلي العميل يقتنع بيك اكتر. بس وبعد كده الحمد لله عملت البورتفوليو ودخلت على ابورك. كان في كيس ستادي انت شاركتها، مش فاكر بالظبط تفاصيلها، على جروب ديجيتال جوروز، حققت رقم في 10 ايام تقريبا، وانبهرت انا جدا بطريقه عملك للكيس ستادي، انها فعلا ستوري، وعملت ايه والمشاكل اللي قابلتك وحلتها ازاي. احكي لنا كده عن ازاي فكرت تعمل الكيس ستادي دي يعني احكي لي الرحله. هل ده كنت انت لسه هنا في ايجنسي، ولا انت كنت هنا ابتديت تشتغل على ابورك لما عملت الكيس ستادي دي؟ والله هو دوت كان عميل كان جاي لي من طرف ايجنسي. يعني ايجنسي قالوا لي العميل دوت بيغلبنا وكده، والراجل بيزن على دماغنا كتير، فخده مم. خليه معاك فريلانسنج. فقلت له ماشي مفيش مشكله. العميل ده الى الان انا شغال معاه الحمد لله، بقالنا اكتر من سنه شغال معاه يعني. مم. وهو ما بيجريش غير في الازمات، اللي هو عندي ايفنت وفي 3 ايام وعايز اجيب 2000 ليد، ازاي اتصرف معاك يا باشا؟ $500 هات لي بيهم 2000 ليد. فهو كان جالي من طرف ايجنسي زي ما قلت كده. وبعد كده يعني عرفت عنده مشكله الاول. وبعد ما عرفت المشكله يعني اقترحت عملت الميديا بلان الاول، خطه الاعلانات بتاعتنا. قلت له الكريتيفز اللي احنا محتاجينها، الادز اللي احنا محتاجينها، ايه الانجلز بتاعت الايفنت اللي احنا بنسوق له، لان الايفنت دوت كان فيه مميزات كتيره. فزي ما احنا عارفين في الادز لازم نعمل الانجلز ديت كلها. فالحمد لله يعني عملت له الاعلانات، وكانت قابلت لنا مشاكل وكده. فالسؤال بتاعك بقى ازاي جه في بالي الكيس ستادي؟ ان انا يمكن لما دخلت على بعض البروفايلز على اب وورك للناس اللي هم شغالين برضه في نفس المجال، لقيت ان هم بيحكوا كيس ستاديز. فقلت طب انا ليه كمان ما اعملش كيس ستادي واحكي اللي حصل؟ حتى انا ساعتها لو انا كنت شغال مع اول ما تقابلني مشكله، لان في مشاكل بعد بتتحل انت بتنسى اصلا ان كان في مشكله. مم. فكنت دايما ايه بكتبها عندي وبسجلها عندي. في الاخر دخلت يعني طبعا عشان تحكي كيس ستادي انا بفضل ان انت تعملها كتصميم او كديزاين. الحمد لله دخلت على كانفا. كانفا زي ما احنا عارفين هو مجاني. الفيجن المجاني انا شايف ان هو مناسب في الاول. فالحمد لله عملت عليه الكيس ستادي. وبعد كده حكيت فيها كل التفاصيل، كل الحاجات اللي انا شايف ان هي مهمه، الارقام المهمه. طبعا كلمت بعد كده الاونر بزنس اونر، قلت له احنا لما عملنا الحملات الليد جنريشن للايفنت دوت في الاخر دخلت لك كام؟ انا عارف احنا صرفنا كام، انا بخش على الاد اكونت بعرف احنا صرفنا كام، لكن محتاج اعرف انت بقى العائد اللي جالك كام. فقال لي العائد مش فاكر كان 10000 ولا 100000، مش فاكر كان كام. في الاخر عملت الكيس ستادي، لان مهم جدا تكتب فيها ارقام، مش مجرد المشاكل وحلولها، لا تكتب في الاخر ارقام النتائج اللي انت عملتها. بس فدي بتكون سوشيال بروف ليك قوي جدا، ولما تحطها في البورتفوليو بتبقى حاجه قويه. وعايز اقول لك جالي على حسها عملاء كتير يعني. انت كنت حاطط فين الكيس ستادي دي؟ على اب وورك ولا على كنت اي حاططها في كان؟ كنت حاططها في الاول على ديجيتال جوروز بالعربي. كنت عملت منها 2 فيرجنز، فيرجن بالعربي وفيرجن بالانجليزي. على ديجيتال جوروز بالعربي، وعلى لينكد ان تقريبا برضو كان بالعربي.
مم. على ابورك حطيت اللي بالانجليزي. ففي ناس يعني لما كنت بقدم على شغلانات على ابورك ويخشوا عندي على البروفايل ويشوفوا الكيس ستوديز، كانوا بيقولوا لي كويس ان انت عملت كده، وكانوا بيكلموني على حسها يعني، لدرجه ان كان في عامل قال لي خلي بالك انت كاتب بلان حاطط في اخر الان، بعد الان حاطط مم. ايه، فخلي بالك عدلها. فما شاء الله كانت عجبت عملاء معايا على ابورك يعني. ده كان الكلام ده، يعني العميل ده انت كنت اشتغلت على اب وورك ولا لسه؟ انا عايز اوصل لاول عميل انت خدته على اب وورك، خدته ازاي؟ طيب هو اول عميل، انا احكي بس قصتي الاول على اب وورك. اه. زي ما قلت كده، أنا اشتغلت فتره مع الشركات وبعد كده دخلت على اب وورك. انا ما حبيتش ادخل على اب وورك غير لما اشوف الكورس بتاعك. هو ده مش تسويق الكورس بتاعك بس، ما شاء الله الكورس بتاعك كان فيه شويه يعني تريكات ونصايح فادتني جدا، وانا حتى اشتريت بعدها كورسات لاجانب بيتكلموا عن اب وورك. لا يعني في فرق مستويات مختلف، ما شاء الله انت عندك اقوى بكتير يعني. فهو يعني لما بعد كده دخلت على اب وورك، بعد ما شفت الكورس بتاعك ودخلت على اب وورك، عملت البروفايل بتاعي وكده وبدات اقدم على الشغلانات. طبعا زي ما احنا عارفين في كونكتس، فكونكتس في الاول خلصت معايا، وده كان اول احباط بالنسبه لي، اللي هو انا ايه ده، انا هدفع $15 عشان اخش عشان اخد الاكونت بريميوم وانا لسه كمان ما استفدتش فلوس. بس قلت ايه، اخد المخاطره. تمام. فبعد كده قعدت حوالي 6 شهور بقدم على شغل. كنت كل يوم حرفيا بفتح اقدم على الشغل، ما يجريش شغل خلاص اشتري كونكتس. وبعد كده يعني قعدت فتره 6 شهور. الحمد لله. اول عميل جالي ازاي بقى؟ كان ساعتها كان عندي في حسابات اعلانيه كانت مغلقه عندي. كان الحساب البروفايل الشخصي بتاعي نفسه كان واخد ريستريكشن، فكل الحسابات عندي ما كنتش عارف اوصل لها. وانا ساعتها كنت متابع الكورس بتاعك بتاع الفيسبوك شيلد او الاد شيلد، اللي هو ازاي تحمل الحسابات وازاي لو حصل لك ريستريكشن ازاي ترجع الاكونت وكده. وظهرت شغلانه على اب وورك لحد من امريكا تقريبا، مش فاكر ولا من استراليا. كان عايز حد يكون الاكونت بتاعه معمول له ريستريكشن علشان يقرا الريبورت. هو كان عامل ريبورت وكان مقدم كتاب ازاي تفك ريستريكشن على فيسبوك. فبيقول لك انا عايزك، او كان جوب ديسكريبشن، كان عايز حد يقرا الكتاب دوت ويطبقه عنده على الاكونت بتاعه، وبعد ما يطبقه يقول له الاقتراحات. هو بيكون جوجل دوكس، وانت بتكتب كومنتس كده، فتكتب الاقتراحات اللي انت عايزها، ولو عندك اي اضافات، ولو في حاجه ما اشتغلتش تقول له ان هي ما اشتغلتش معاك، فيعدل فيها. كانت شغلانه جت في وقتها تماما. فبعت له قلت له والله انا الاكونت بتاعي لسه هو مقفول، وخد سكرين شوت اهو مش عارف ايه. الراجل قال لي انت جبت لي على طبطاب. عمل معايا ميتنج 5 دقائق. قال لي تمام ابدا. قلت له انا ساعتها كنت مسافر، فقلت له كمان يومين ممكن ابدا. قال لي ما فيش مشكله. فعلا كمان يومين بدانا. والبروجكت كله كان $15 بس. انا ساعتها كنت حاطط في الاول الساعه بتاعتي ب $9. فقال لي خد $15 وخلص لي البروجكت. قلت له ما فيش مشكله. خلصت له الحمد لله البروجكت في حوالي يومين، وبعد كده اداني الحمد لله 5 نجوم وكتب فيا كلام كويس، وانا برضه كتبت فيه كلام كويس. ودي كانت اول شغلانه لينا. تاني شغلانه، ما بين اول شغلانه وتاني شغلانه قعدت حوالي شهرين او 3 شهور لحد ما اجيبها. بس سبحان الله في كده سر، في تركايه كده لما عملتها حرفيا بقى يعني كل يوم يجي لي كذا، مش كل يوم يعني كل اسبوع في مثلا عميل لازم اقفل معاه ديل. فكانت تركايه كانت قويه جدا يعني، مش عارف اقولها دلوقتي ولا لما يجي وقتها. طب التركية دي ساعدتك تجيب تاني عميل ولا ساعدتك جابت لي كميه عملاء. عارف انت لما الناس بتنافس على حاجه معينه تقوم انت واخد جنب كده وتنافس في حته لوحدك. اه. انا حرفيا عملت كده، اللي هو يا جدعان نفسه انتوا على ناس امريكا واستراليا ومش عارف اوروبا كده، انا بقى داخل في حته كده مع نفسي انافس بدماغي. طب انت رأيك ايه، نشارك دلوقتي ولا نخليها بعدين في الاخر؟ براحتك، لو عايز تخليها في الاخر عشان الناس تكمل الفيديو مش مشكله. آم، طيب احنا هنخليها للاخر. انت اقنعتني عشان نخلي الناس تتفرج على الفيديو، عشان هو الفيديو كده كده هيبقى كله مفيد. طيب هنرجع لدي في الاخر ما تنساهاش. عايزك دلوقتي تقول لي يا ترى ايه الاستراتيجيات اللي انت عملتها بقى، علشان انا عارف اول حد، يعني لما بيكون في حد لسه شغال جديد على اب وورك دايما بيبقى فيه خوف. مم. افرض جالي بروجكت انا خايف اعمله، او انا مش عارف اعمل فيه كل حاجه، او جالي عميل طلب مني حاجه انا مش عارف اعملها ازاي. هل جالك حاجه زي كده او جالك الشعور ده؟ شوف، هو انا في الاول طبعا كنت خايف من حاجه زي كده لما كنت بتفرج على الكورسات بتاعتي زي واحد يبدا على ورك وكده. لقيت في الاخر لا يعني لا، انا في الاخر هخسر ايه؟ يعني انا مثلا مش داخل مثلا بروجكت مثلا براس مال وممكن اخسره. لا يعني اخسر شويه وقت وخلاص. مش حوار يعني، وبعدين اخش مم. اخد المخاطره يعني. وفي الاول وفي الاخر يعني كده كده واحد يعني ماشي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، فاخد الخطوه واخش مفيش مشكله. فدخلت وكنت بقدم. بس يعني زي ما انت قلت كده في الكورس، مهم جدا وانت بتقدم تبقى عارف الشغلانه ابعادها ايه. لان في شغلانات انت بتعرف تعملها كل حاجه، بس هو بيقول لك لا انا عايز واحد يكون كمان جرافيك ديزاينر وفيديو اديتور. يعني واحد شغال ميديا باير وجرافيك ديزاينر وفيديو اديتور
ويعني واحد شغال كل حاجه. فطبعا حاجه زي كده لا مش بقدراتي انا، فمش بقدم فيها لان عارف ان انا هخسر كونكس على الفاضي. وحتى لو عملت معايا انترفيو في الاخر يسالني السؤال دوت واقول له لا مش بقدر اعمل الحاجات ديت. فلازم وانت بتقدم على حاجه تكون متاكد انت بتعرف تعملها. وفي حاجات مثلا ممكن مثلا انا ما عملتهاش قبل كده ومش متاكد ان انا اعرف اعملها، بس عارف ان انا ممكن لو بحثت اعرف اعملها. واحد مثلا يقول لك ايه هنشتغل مثلا على سي ار ام سيستم اسمه كذا. انا مش هشتغل بكذا سي ار ام دوت، بس أنا عارف ان هو سي ار ام مشهور، ولو بحثت على اليوتيوب هعرف ناس بتشرحه بسهوله واعرف اتعامل مع الموضوع يعني. وهنا انت فكرتني او لفتت نظري لنقطة مهمة. اكيد مش كل شغلانة جات لك كنت انت خدتها مثلا معايا في الكورس او شفتها قبل كده، صح؟ ولا انت بنسبة 100% كل شغلانة جات لك كنت عارفها من الف للياء؟ شوف، هو بحكم ان انا كنت شغال قبل كده في ايجنسي، فكان معظم الشغلات اللي جات لي الحمد لله كنت عارف. مش هقول لك الالف ليه، بس كنت عارف مثلا 90% على الاقل يعني. ما ده مطلوب. انا ما بقولكش، انا دايما لما كنت بقول يا مصطفى ما تدخلش في شغلانه انت عارف على الاقل يعني لو اقل من 70% ما تدخلهاش، تمام؟ بالظبط. من 70 تقدر تتعامل، كونك عرفت تجيب 90 دي ده انت كده يعني فعلا كنت بتعيد الفيديو 10 مرات. لا الحمد لله. لا انا اشتغلت في حاجات كتيره في الايجنسيز يعني. اشتغلت وورد بريس ديفلوبر، واشتغلت كنت بدخل على السيرفرز بنقل الداتا، حاجات كتير. اشتغلت فتره برضه جرافيك ديزاينر، فالحمد لله كان عندي خبره في حاجات كتير يعني. بس هي الفكره زي ما انت قلت كده، الحمد لله لما كنت بقدم على شغلانات كنت بعرف معظم الحاجات المطلوبه كنت الحمد لله كنت بعرفها. بس في مثلا بعض الشغلانات اللي كانت بتجيلي في حاجات مثلا ما ببقاش عارفها، اللي هو مثلا واحد بيقول لي انت هتسطب التراكنج كودز على شوبيفاي. انا عارف اسطبها على وو كوميرس، لكن ما عملتهاش قبل كده على شوبيفاي. او يقول لي مثلا حد مثلا من الخليج يقول لي اسطبها على سله او زد. انا مش عملتش قبل كده ليهم. بس انا عارف الحمد لله انا لو دورت على اليوتيوب الموضوع سهل جدا. يعني اذا كان الناس على اليوتيوب الاجانب بيشرحوا حاجات اعقد من كده 50 مره، مش هيقدروا يشرحوا لك ازاي تسطب تراكنج كودز على شوبيفاي ومنصات تانيه. بس فالموضوع كان بيبقى بسيط يعني. ودي طبعا بتبقى فرص ليك لان انت بتحسن وبتطور من مهاراتك. بعتبر دايما السلاح السري لاي فريلانسر في بدايه رحلته هو اليوتيوب ده، لما يكون كمان لسه معهوش فلوس او مش عايز يستثمر في حاجه مجمعه. لان انت لو كتبت، هو طبعا الموضوع يتطلب شويه انجليزي، لكن لو كتبت اسم المشكلة اللي عندك على جوجل أو اليوتيوب لازم هتلاقي فيديو بيحل المشكلة اللي عندك دي. وعلى أيامي كمان لما كنت شغال على أب وورك، وعلى أيام مصطفى لما بدأ، ما كانش فيه اي اي، ما كانش فيه ذكاء اصطناعي. أنت لو صحيح. وصفت المشكلة اللي عندك دلوقتي لشات جي بي تي هيطلعها لك بالتفصيل. يعني هو لو راح دلوقتي وكتب لشات جي بي تي قول لي ازاي اسطب الكود على شوبيفاي هيكتب له الكود اصلا. فيعني كل ده ما كانش موجود على ايامنا. فيعني اللي عايز يبدا من دلوقتي يا مصطفى، صحيح. هل شايف ان الفرصه اكبر دلوقتي ولا الصعوبه اكبر من ناحيه المنافسه؟ شوف، هو طبعا دلوقتي في فرص كويسه جدا يعني. دايما اللي هو ايه ان تبدا متاخرا خير من ان لا تبدا. امم. وحتى انا لما كنت بدي قبل كده محاضرات عن ديجيتال ماركتنج وفريلانسنج وكده، بس كانت بتبقى محاضرات اوف لاين يعني. كان دايما بتسالي السؤال دوت. طب في منافسه شديده وفي اجانب وفي ناس اقوى مني 50 مره وناس عندهم خبره فوق 10 سنين وكده، انا اخش في وسطهم اعمل ايه؟ انا دايما بقول لهم يا جدعان الناس دول ما تهيئوا لكم البيئه اللي انت تخش تنافس فيها. يعني الناس دول ما تلاقيهم ما كانوش موجودين. ما كانش العملاء اصلا وثقوا في الفريلانسرز. مم. صح ولا مش صح؟ صح. فدومت هم اللي هيقولوا لكم الطريق، ودومت هم اللي بداوا بعد كده يعملوا قنوات على اليوتيوب يشرحوا فيها ازاي تبدا وهكذا. فدومت هيقولوا لكم الطريق عشان انتوا تبداوا. انت ما عندكش خبره ولا يعني انت ما عندكش خبره بس عندك معلومات، خش ابدا ما فيش مشكله. خش ولازم تبقى عارف برضو ان انت يعني ما ينفعش تقول ايه ده. طب ما هو في ناس دلوقتي بتبدا وعندها 65 دولار، يعني بياخد مثلا 65 دولار في الساعه ولا 100 دولار في الساعه، وانا هبدا ب 5 دولار في الساعه ازاي؟ لا ابدا. ما هم الناس دول برضو نفس الكلام، بداوا من تحت خالص وبعد كده طلعوا فوق. فانت نفس الكلام برضو ابدا من تحت. واعرف ان انت دايما التايم بتاعك يعني انت عشان تلاقي اول عميل الموضوع بياخد وقت، وعشان تمشي وعشان بعد كده يكون عندك عملاء اكتر واكتر الموضوع بياخد وقت. فدي حاجه لازم تكون مدركها. عشان طبعا زي ما قلت كده منافسه شديده. لكن في فرص كتير جدا، وانت لو دخلت المنافسه ان شاء الله ربنا يكرمك وهتلاقي فيه فرص كويسه جدا. طيب ده هياخدنا على العملاء اللي انت اشتغلت معاهم في رحلتك يا مصطفى. هل كل العملاء اللي كانوا بيجوا لك عملاء كويسين ولا كان فيهم عملاء مش كويسين؟ ولو في عملاء مش كويسين هل كنت بتشتغل معاهم عشان اهو قرش وخلاص، ولا كنت بتتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ شوف، هو يعني العميل كويس او مش كويس يعني برضو بيكون يعني بيكون على حسب. انا مثلا اول ما بدات اشتغل في عملاء ما كانوا مش كويسين، في عملاء ما كانوش فاهمين. يعني مثلا كان في عميل من استراليا انا عمال اقنعه ان هو يسطب بيكسل كود على الموقع بتاعه علشان نعمل تراكنج للايفنتس او للليدز. هو مش عايز يقتنع بكده، بيقول لك لا انا عايز حملات ترافيك لينك كليكس، وفي الاخر بيحاسبني اخر الشهر على ليدز. طب انا استفدت ايه في الاخر؟ ده عميل مش فاهم.
فاهم قصدي؟ ومن الصور يعني المفروض ان هو يعني الحاجات دي يعني الانجليزي متاح عنده كتير، يعني هو ان هو يفهم بسهوله. ف... طب ففي خليني اقطعك انا معلش يا مصطفى. ليه كان مصمم على ترافيك؟ بص، هو اصلا البيزنس بتاعه ببساطه هو كان عايز يجمع ليدز عشان يبيع لهم عقارات في استراليا. حلو. تمام. انا بقول له عايزين نشتغل ترافيك، فبيقول لي لا. بقول عايزين نشتغل على ليد جنريشن من خلال البيكسل. فبيقول لي لا، لان الكوست بير كليك عندي بيكون اغلى. قلت له انت مش همك كوست بير كليك، اهم مترك عندنا هو الكوست بير ليد. وانت لو عملت حمله ترافيك من هنا للصبح، فيسبوك مش هيوصلك للناس اللي هي بتسجل ليدز. هو مش عايز يفهم حاجه زي كده. امم. جبت له طب فيديوهات من ولما النت جه اخر وناس الشهر اجانب بيتكلموا في الموضوع ده وبرضه ما اقتنعش. طب اعمل لك طب ايه طبعا؟ هل عملت ديسكليمر وقتها، او هل عملت اخلاء مسؤوليه؟ لان دي برضو حاجه كويسه نتكلم فيها. يعني هو لما قال لك لا يا عم انا عايزك تمشي بدماغي، وقعد يعمل لك مايكرو مانجمنت ان هو يتحكم فيك، هل عملت مم. اخلاء مسؤوليه ولا مشيت وراه وبعد كده لبسك في الحيط قال لك انت الدنيا عندك بايظه ليه؟ شوف والله، يعني انا قعدت فتره لحد ما اقنعته بالموضوع البيكسل، مم. وقعدت برضه فتره عشان اقنعه ان اليو اي بتاع البيج نفسه سيء جدا. عارف انت واحد يعني هو بنفسه اللي عامل لاندنج بيج اصلا بالاليمنتور، شاف له كورس على الاليمنتور ازاي تعمل اليمنتور. قال لك فيه هيدلاين وصوره حط تحتيها مش عارف ايه واطلب في النوم كذا. يا عم الحاج، مفيش كوبي رايتنج مفيش كوبي رايتنج اصلا، ومفيش تصاميم، ومفيش حاجه، يعني في حاجه اسمها اوفر. ان انت بتيجي تدي مثلا اوفر، خد مثلا كتاب مثلا عن العقارات وسجل مثلا بايميلك وما كانتش عليه ايميل ماركتنج. مش فاهم اي حاجه من كده. ففي الاخر قلت له بص يا باشا، يعني دي طلباتي ودوت اللي انا عايزه. طبعا ساعتها كنت بشتغل بالساعه، بالساعه كنت باخد حوالي $9 في الساعه. وهو يعني بعد ما اشتغلت معاه فتره قلت له خلاص انا مش هقدر اكمل على كده، وانت مع نفسك بقى. الحمد لله كنت خدت فلوس، والحمد لله ساعتها يعني ربنا لطف وما ادانيش كومنت، يعني ما سابليش كومنت او ريتنج على اب وورك. عمل بوست بس للكونتراكت والى الان لسه بوست. بما انك جبت سيرة $9 في الساعة، تنصح الناس يشتغلوا بالساعة ولا فيكسد بالعقد؟ شوف، هو ده سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم جدا. لكن بتبقى على حسب البروجكت، لو هو مم. لونج تايم ولا شورت تايم. واحد مثلا داخل يقول لك انا عايزك تسطب لي بيكسل، او عايزك تعمل لي بزنس مانجر. فاهم قصدي؟ خش يعني هتقول له فيكسد ايه؟ مش تبقى مقنعه قوي بالنسبه له. قول له يا عم انا اشتغل بالساعه، وهو يسالك انت تاخد كام ساعه، قول له مثلا هاخد ساعتين في الموضوع، وتقول له مثلا هاخد في الساعتين كذا. تمام. لو مثلا لونج تايم بروجكت وانت بتقدم، بيقول لك حدد الاورلي ريت بتاعك. فمع انه لونج تايم انت حط اي اورلي ريت مفيش مشكله. وهو حتى في الانترفيو بيقول لك طب انت تاخد كام في الشهر، انت البيمنت المونثلي بيمنت بتاعك هيكون قد ايه. مم. فهي ما بتفرقش قوي. لكن في حركه بصراحه انا ساعات بعملها، ودي حصلت مع عميل يعني. عميل كان عايز اسطب له بزنس مانجر. كان هو عايز يعمل انستجرام، كان هو بيعمل انستجرام ادز من الموبايل اللي هو بوست. لكن ما كانش كان شايف النتائج مش كويسه. فقال لك انا عايز اعمل بزنس مانجر وكده. فدخلت، هو عميل خليجي يعني. مم. فدخلت قلت له شوف انا بشتغل مثلا في الساعه، ساعتها كنت باخد في الساعه حوالي 35، كنت حاطط في الساعه $35. شوف انا قلت لك في الاول $9 وفي الاخر صرت $35 الحمد لله. فقال لي ماشي، مفيش مشكله. عملت له بزنس مانجر في حوالي ساعتين تقريبا وزي الفل. هنا بقى عملت ابسيل، لازم اعمل ابسيل. قلت له انت بتعرف تعمل اعلانات على بزنس مانجر؟ قال لي لا، بس انا اعرف لازم اعمله عشان اجيب دعايات احسن. قلت له طب انت عارف ازاي تعمل اعلانات؟ قال لي لا. قلت له طب تعالى اعمل لك اعلانات وكده. قال لي تاخد كام؟ ساعتها قلت له رقم كبير مش فاكر، قلت له $400 او حاجه زي كده. ودي كانت غلطه، ان انا اصلا ما كنتش عارف البادجت قد ايه، يعني انا ما كنتش عارف حجم البيزنس بتاعه قد ايه. هو البيزنس بتاعه هو بيبيع شويه بسكوت بيبيعوا عنده في المنطقه. لما قلنا $400 كتير قوي. وبعدين هو ساعتها ما كانش حتى عنده ويب سايت بيبيع من عليه. هو كان عنده زي لينك تري، حملات ترافيك عليه على طول. فالموضوع كان سهل. فقال لي لا، $400 كتير. وهنا بقى بنخش موضوع الانوجيشن او اللي هو ايه، التفاوض. فقلت له طيب انت عايز كام؟ فقال لي والله بالنسبه لي $200 كويس جدا. قلت له يا عم مفيش مشكله $200 بس الاب ورك فيز. قال لي مفيش مشكله. فاشتغلت معاه ب $200 والحمد لله الى الان شغال معاه. والبيزنس بتاعه اتطور وقعدت اقنعه ان هو هل يحاول. حتى الآن شغال معاه بنفس ال $200 ولا عرفت تعمل معاه ريز بعد كده او رينيجوشيشن؟ شوف، هو الموضوع فيه تفاصيل شويه، لكن هو الراجل يعني انا بشتغل في الشهر كله تقريبا ساعتين. اه. فلو قلت له اكتر من $200 قول لي حاجه مش كويسه. يعني قول لي ما تاخدش فلوس خالص بقى. ف لكن هو بدا يتوسع. يعني اصلا كان بقى لي الفتره اللي فاتت قعدت مع حوالي 3 شهور. اه. قلت له انت ما ينفعش تبيع على لينك تري، لان انت ما بتعرفش تعمل تراكنج اوف لاين بيرشيس مم. للمنتج بتاعك. لازم تخش يا اما شوبيفاي يا اما ووكوميرس يا اما انتوا عندكم في السعوديه في سله وفي زد. خش وجرب وكده.
فقال لي مفيش مشكله. قعد في الحوار دوت شهرين لحد ما يعمل اكونت على زد. قعد شهرين لحد ما يعمله. الحمد لله لسه عامله النهارده، والنهارده سطبت عليه تاكن كودز وكده. ان شاء الله هرفع بقى $200 اخليها اعلى من كده ان شاء الله. طيب بما انك اتكلمت في رفع اسعارك، ده طبعا هيتطلب نيجوشيشن او تفاوض. هل في عندك في الذاكرة اي موقف قدرت تتفاوض فيه وترفع اسعارك مثلا مع عميل؟ تركاية في التفاوض عرفت تعملها؟ حاجة تشاركنا بيها؟ يعني هو موضوع الميديا باينج بشكل عام، او ان انا بمسك كامبينز، بتبقى فيه تفاصيل شويه، مم. وكل بتبقى لها سعر. يعني مثلا واحد انا لسه بادئ شغل معاه، لما تبدا الشغل في الاعلانات، انا مثلا بالنسبه لي ما بيكونش زي يعني اول شهر المجهود اللي فيه ما بيكونش زي تاني شهر ثالث شهر. أكيد. يعني كل ما شهور تزيد بيبقى المجهود بتاعك بيكون اقل شويه. ليه؟ لان انت في الاول بتعمل ميديا بلان، وبتعمل سيت اب للتراكنج كودز وجوجل اناليتكس، وبتعمل اكونتات على كل منصات. فده بياخد منك مجهود كبير. فانا بحاول اعمل معاه انيجيشن. مثلا بقول له والله شوف، انا مثلا في الاول هاخد مبلغ كذا، وبعد كده المبلغ دوت هيقل كل شهر. فهو ممكن يقول لي تمام على حاجات زي كده. وممكن اعمل العكس، اقول له والله شوف انت عايز مثلا تديني كام. انا مثلا قلت له مثلا اخد $400، فقال لي لا هديك مثلا 100 بس. اقول له طيب اديني 100 بس انا اشتغل معاك 15 يوم او مثلا 3 اسابيع. لو ما لقيتش نتائج ما تكملش معايا. يقول لي ماشي. لما يلاقي نتائج ما شاء الله وكده يقول لي يا عم خد اللي انت عايزه، اهم حاجه تكمل معايا. فدي مم. حاجات ساعات بتتعمل يعني. يعني انت معتمد على اسلوب اللي هو شوف نتائجي وبعد كده نتكلم في السعر، مش قبل ما مش تشتغل. مش دايما. يعني مثلا في عملاء بيخسفوا بالسعر خالص. في عملاء اصلا البادجت بتاعتهم قليله، يقول لك انا داخل ادفع في الشهر كله $200، ده انا عامل معاه ودي ايه؟ حاجه، وده سؤال انا كنت سالتك فيه قبل كده، نوعيه العملاء دي بتشتغل معاها ولا لا فاكس؟ لا، بلاقي ان انا يعني بوجع دماغي بيهم اكتر بكتير، فبفكس اه، لهم يعني. بتفكس له. انا حتى بقول لهم مثلا والله البيزنس اللي انت عايز تعمله دوت ب $200، انا بقول لك هو مش هتلاقي نتائج. انت داخل مم. في منافسه كبيره جدا، وانا شغال مع عملاء في نفس النيتش بتاعك، وعارف بيصرفوا في الشهر قد ايه. فانت لو داخل ب $100 و$200 وبارقام قليله، انا عايز اقول لك العملاء دول بيصرفوا في الشهر لا يقل عن 5 $6000. فانت مم. داخل في منافسه معاهم ايه؟ صحيح. كلهم طبعا سوق اجنبي. في سوق اجنبي وفي سوق خليجي. يعني كان في ايوه مثلا فاهم. ناس من الخليج عايزين يشتغلوا دروب شيبينج في امريكا ب $500 في الشهر. نعم. قلت هتعمل ايه ب $500؟ الناس بيبقى قلت له يا عندها. عم انا مش عايز، انا قلت له انا مش هاخد منك فلوس. قلت له انا مش هاخد منك فلوس، لكن مم. شوف انت $500 تعمل يوم ايه. يعني انا عم اشتغلك مجانا، بس $500 انت مش تقدر تلاقي حتى الويننج برودكت ب $500 دول. انت مش حاطط مثلا عندك حاجه في البروفايل تبعد نوعيه العملاء اللي انت مش عايزها؟ يعني مثلا مينيمم ريكوايرمنت او حد ادنى كاد سبند $3000 مثلا في الشهر، مش حاطط حاجه زي كده او ما فكرتش فيها؟ صراحه ما فكرتش فيها قوي، لان اعتقد والله اعلم ان مش كل العملاء اللي بتواصل معاهم بيقروا. بيشوفوا اصلا بروفايل. اه. حلو. طب هل وانت بيتواصلوا معاك بتتكلم معاهم في حاجه زي كده، اللي هو لا معلش انت شكل الريكوايرمنتس بتاعتك مش، يعني مش هي اللي انا بشتغل معاها ومش هقدر افيدك؟ لان انت على كلامك بتتكلم في ان انت كده كده عندك ستيدي فلو او عندك دايما سيل دائم من العملاء. فانت المفروض، اعتقد ان انت عندك دلوقتي من الحريه ان انت تركن اللي انت مش عايزه عشان توفر وقتك وتشتغل مع العميل الكويس. ولا انت بتفكر في الموضوع ازاي؟ اصل انت عندك، انت محدد ب 24 ساعه في اليوم. اتمنى ما تكونش شغال طيب. 24. لا طبعا. ما وده سبتش ياخدنا على سؤال الشركات عشان التايم اشتغل مانجمنت. داخل ده 24. ياخدنا على سؤال تايم مانجمنت بعدين. بس خلينا في ده دلوقتي. يعني بتفلتر هو ولا ما هو شوف بتفلترش؟ موضوع الفلتريشن دوت، ده بيكون في الانترفيو. امم. انا بفهم العميل ماشي ازاي رايح فين. يعني في عميل مثلا بتاع البسكوت دوت، هو حرفيا بيصرف في الشهر كله $500 بالكتير. بس هو شغال على سكيل قليل، وبيشتغل على منطقه قليله ومش عارف ايه وكده، والدنيا ماشيه معاه بالحب، فماشي مفيش مشكله. بس لو عميل مثلا وانا عارف ان شاء الله اجيب معاه نتائج، لان انا لقيت البرودكت بتاعه كويس، وممكن بعد كده بقى ايه زي ما قلت كده اقنعه ان هو يفتح ستور، وبعد كده يعمل سكيل البيزنس بتاعه. فانا ببص من نظره بعيده شويه، بعيده المدى شويه. برضه امم. لو هو برضه في الانترفيو بستشف هل هو عميل مريح، فاهم كويس، ولا هو عميل بيعمل مايكرو مانجمنت ومش فاهم هو بيعمل ايه. فدي برضو بحاول استشفها شويه. لكن لو عميل جالي انا شايف ان هو البادجت بتاعته قليله جدا ومش هتكفي، يعني سيبك انت من البيمنت بتاعي. يعني حتى ممكن اعمل له استشارات مجانيه مفيش مشكله، مقابل ان هو البيزنس بتاعه ينجح مفيش مشكله، بعد كده بعيني بعدين. بس انا شايف ان هو راس المال بتاعه قليل جدا. انا بقنعه بقول له بصراحه راس المال دوت، انا شايف انت لو استثمرته في حاجه زي كده نسبه الخساره بتاعتك تبقى عاليه جدا. انت عندك البرودكت بتاعك منافسين كتير جدا شغالين فيه، وعندهم البرودكت عندهم احسن منك بكتير،
وبيخشوا بادز بنت محترم كل شهر على فيسبوك ادز. انت ما تخشليش برقم قليل وعندك المنتج بتاعك جايبه من علي بابا ومش عارف ولا جايبه منين واي حاجه وخلاص. فانا بصراحه بخاف يعني لما اشوف ان انا خايف عليه وكده يقول لي طيب انا افكر وارجع لك تاني. وفي منهم فعلا بيفكروا بعد كده يقول لي مثلا والله انا حسنت بس المتجر بتاعي وكده وممكن نشتغل مع بعضينا. طيب مصطفى، هل شايف، وده ممكن ياخدنا للسؤال اللي احنا مأجلينه، بس هل شايف ان كونك عندك تكنيكال سكيل، او بقى انت اتعلمت مثلا، خدت كورس فيسبوك وتعلمت فيسبوك، هل شايف ان دي حاجة لوحدها تخليك توب ريتد على اب وورك، ولا في مهارات معينة خاصة بالفريلانس، خاصة بالتواصل مع العملاء، خاصة بالكوميونيكيشن، طريقة طلبك للريفيوهات، التفاوض، حاجات تانية خالص بعيدا عن المهارات التقنية انت برضو لازم تكون عارفها؟ ومدى أهميتها ايه؟ يعني كسكيل من 1 ل10، 10 هو مهمة جدا، 0 أو 1 ده بلح، خد أي كورس وروح اشتغل. انا شايف بصراحه ان السكيلز مش هي التكنيكال سكيلز مش هي اهم حاجه. انا شايف ان السكيلز التانية اللي هو الانوجيشن او التفاوض ان انت تتكلم مع العميل حتى اللغه بتاعتك الحاجات ديت كلها انا شايف ان هي اهم كمان من التكنيكال سكيلز. لان انا بشوف ناس ممكن التكنيكال سكيلز بتاعتهم مش احسن حاجه وشغالين ما شاء الله من العمله كويس جدا. ليه؟ يعني بيعرفوا يقنعوا العميل بالشغل بتاعهم ودي اهم حاجه. العميل مش هيستفيد. يعني افرض ان انت عندك سكيل مهم جدا ان انت مثلا بتعرف تعمل ادز وتعرف تجيب له ريفينيو كويس جدا للبيزنس بتاعه والفاليو بتاعتك قويه بس انت مش عارف تقنعه بكده. يعني هو العميل في الاخر استفاد ايه وانت استفدت ايه؟ ما استفدتوش حاجه في الاخر. فلازم يكون عندك مهاره الاقناع. مثلا موضوع الكيس ستاديز ديت انت لو مع يعني كيس ستاديز ديت تعتبر من احد الانوجيشن سكيلز اللي هو مهاره او مش انوجيشن سكيلز اللي هو انت تقنع اللي قدامك بالشغل بتاعك. فانت لو ما عندكش مهاره انت تقنع قدامك بالشغل بتاعك دوت انت كده ما استفدتش حاجه. وانا شايف المهاره ديت يا اما انت ممكن تاخد فيها كورسات مثلا كورسات التفاوض وكورسات الاقناع والحاجات دي كلها. يا اما انت ممكن وانت في الشغل بتكتسبها. انا بصراحه كان في جزء يعني خدته من كورسات وفي جزء خدته من وانا في السوق كده اشتغلت يعني الحمد لله كسبت بعض من المهارات ديت يعني. فانا شايف انت قلت من 0 ل 10 انا شايف ان هي لا 10 بصراحه. هنغششهم الحتة اللي انت قلت عليها بقى، اللي بتجيب لهم، اللي كانت بتجيب لك عملاء بشكل مستمر دي. احنا وصلنا لحد اخر الفيديو ولا ايه؟ فاضل لنا حتتين صغيرين بس متهيألي كده شوقناهم قوي. طيب ماشي نقولها مفيش مشكله. قول. آه، طيب انا كنت بقول في الاول الناس بتنافس على العملاء اللي هم من امريكا واستراليا. ليه؟ مم. او ايه نوعيه العملاء او ايه نوعيه الفريلانسرز اللي هم بينافسوا عليهم؟ هتلاقيهم معظمهم لا اما من امريكا واستراليا مثلا واوروبا وكده، لا اما من مثلا من الهند وبنجلاديش وكده. ليه؟ اي حد بيتكلم انجليزي ومعظم الفريلانسرز بيتكلموا انجليزي فتلاقيهم بيستهدفوا الحته ديت لان ديت اللي فيها فلوس وديت اكتر اماكن بيجي منها مين؟ بيجي منها عملاء. تمام. لكن تيجي تشوف في الميدل ايست والشرق الاوسط اللي هو الخليج سواء السعوديه رقم واحد دي نمبر 1. بعد كده عندك قطر والبحرين مثلا وعمان وكده والكويت برضو كان في بيجي له عملاء من الكويت. دبي او الامارات مش قوي لان في يعني في شركات اجنبيه فاتحه في الامارات وعايزين ناس انجليزي فبرضو انت داخل في حته كده نزله جديده. لكن اللي من السعوديه والخليج بشكل عام هو ممكن يكون كاتب جوب ديسكريبشن بالانجليزي وموضحش ان هو عايز حد بالعربي. بس انت لما تدخل وتلاقي في الريفيوز بتاعت الفريلانسرز اللي قبليك ان هو اسمه مثلا بالعربي وكده فانت تعرف ان هو عربي اسمه مثلا عبد الرحمن ولا محمد ولا خالد ولا اي حد. فانت لما تدخل في بروبوزل وتكلمه بالعربي تكتب البروبوزل بالعربي انت كسبت انترفيو. حتى لو انت ما عندكش اي شغل سابق انت لو دخلت بس كلمته كده بالعربي وفي ناس توب ريتد قدموا معاك على نفس الشغلانه بس بالانجليزي. هو يعني معظم الخلايجه يعني بيعرفوا انجليزي وكل حاجه بس هو لما يشوف حد بيتكلم عربي بالذات اللهجه المصريه بيستريح اكتر. يعني حتى في عميل قبل كده كلمني قال لي مصطفى انا لقيت البروبوزال بتاعك كده منور بالعربي كده وسط الانجليزي كله. قلت بس اخش اكلمك فدي نقطه مهمه جدا. هي آه، عشان السعر قليل بقى مصطفى، ولا عشان ايه؟ لا علشان اللغه. هو عايز حد يكلمه يفهمه كويس جدا. هو برضو انت شغلك مع العميل مش مجرد شغل فقط انت في حاجات برضو مثلا بتتحكم مع بعضكم مثلا في الميتنجز وحاجات زي كده. ف... مم. ففي حاجات بتبقى يعني اللغه بتكون عامل مهم فيها. هو بيحس ان انت قريب منه لما تتكلم نفس لغته مش علاقه بالسعر. يعني في عملاء من السعوديه الحمد لله باخد منهم اكتر من لو كنت باخد من عملاء من امريكا ولا استراليا. لا يعني في عملاء اللي هم من الخليج هم بيحبوا اللي يتكلم عربي لان ده بيكون اسهل ليهم في الكلام معاهم. حتى في عميل مثلا شغال معاه بقالي حوالي 7 شهور. تمام.
وعملت معاه الحمد لله هو اي كوميرس، وما شاء الله حققت معاه نجاحات كويسه جدا. بعد كده تعاقد مع ايجنسي عندهم في السعوديه علشان تشتغل لهم تصاميم. انا لما كنتش بتكلم عربي كنت هتعب معاه في كده، كان يقول لي لا معلش شركه انت، ونشوف واحد عربي بقى ايه يعني يتفاوض مع الايجنسي في التصاميم وكده، والكريتيفز اللي هو عايزها وكده. فحاجه زي كده انا بصراحه شايف ان هي تركيبه مهمه جدا، ان انت تخش تعمل فلتريشن البحث بتاعك تخليه دول الخليج، وتشوف دايما الشغلانات اللي بتيجي منهم هي ما بتبقاش كتير قوي، لكن اول ما تيجي الشغلانه قدم فيها على طول، وتاكد ان هو راجل عربي زي ما قلت كده من خلال الاسم بتاعه في الريفيوز بتاعت العملاء او الفريلانسر السابقين، واكتب البروبوزال بتاعك بالعربي على طول، ان شاء الله انت كده ضمنت الانترفيو. ممتاز قوي. طيب الوقت بتديره ازاي؟ يعني انت يعني هل بيجي لك وقت كان احد الكوابيس اللي كانت عندي لما ابتديت اشتغل فريلانسر، لما سبت شغلي كمهندس وابتديت اشتغل فريلانسر، لقيت نفسي ان انا بشتغل اكتر ما كنت بشتغل كمهندس. واوحش حاجه بقى ان انا ما كانش في حد قدم له استقاله، لان انا كنت مدير نفسي. فهل مريت بالشعور ده؟ يعني ازاي بتدير وقتك بحيث ان انت ما تبقاش دايما بتشتغل اكتر من طاقتك، وفي نفس الوقت تضمن ان انت بيجيلك فلوس؟ ده هياخدنا على سؤال تاني، يعني هل دايما انت عندك الحمد لله في دخل ثابت، ولا في ضربات بتحصل وبتعالجها ازاي؟ شوف، هو بالنسبه للسؤال الاول بتاع التايم مانجمنت، يعني يمكن ما عنديش خبره قوي فيه. يعني هي زي ما تقول كده ايه، زي ما تيجي، لو العميل مثلا كلمني الصبح ماشي قشطه، كلمني نص النهار قشطه، الموضوع بالنسبه لي قشطه. لكن انا مثلا، انا زي ما قلت لك انا في طب اسنان وعندي جامعه الصبح، والجامعه بتاعتنا مش سهله يعني، وفي مذاكره سواء مذاكره في البيت او حتى في عملي في الجامعه نفسها يعني. الحمد لله لما كنت في الجامعه وكان ايام امتحانات الحمد لله كنت بحاول امانج الموضوع شويه، ما كنت يعني كنت بحاول ما اقدمش على شغلانات جديده. العملاء اللي انا شغال معاهم كويس جدا بكمل معاهم. اي عميل هيعرفني بقى ويديني تاسكات كتيره وعلى الفاضي مش عارف ايه وكده كنت بفكس له، بقول له معلش خلاص وقف على كده. لكن مثلا في الاجازه الحمد لله عندي وقت كتير، فبالنسبه لي المانجمنت بتاعي يمكن بقى اقل شويه للعملاء. لكن حاجه زي كده لا، انا شايف بصراحه ان الواحد لازم يعني يحط لنفسه عدد ساعات معين في اليوم. انا مثلا هشتغل مثلا من الساعه 10 الصبح لحد مثلا الساعه 4 مثلا العصر، وهو انت كده كده زي ما قلت لك، انت لو عملت التركيه ديت انت العملاء بتوعك هيكونوا من الخليج، فاحنا نفس التايم زون اصلا، فهم نفسهم مش هيكون عندهم مشكله في حاجه زي كده. فانت عندك خلاص انت اشتغلت مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، لقيت اليوم عندك وقت ان انت يعني سواء انت تطور نفسك مثلا في حاجه، ان انت تاخد كورسات، تقرا كتب، دي كلها حاجات انت تقدر تعمل. عايز مثلا تفتح بيزنس جديد مثلا بتاعك، عايز تقدم استشارات، دي كلها حاجات موجوده. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه كانت ايه؟ كانت استقرار الدخل بتاعك كفريلانسر. يعني انا عارف ان كان احد الحاجات اللي بتخليني اخد شغل كتير هي عدم ثقتي في استمرارية الدخل، لان دي احد عيوب الفريلانس. انت ما بتبقاش عارف يا ترى الشهر ده في شغل. انت اول شغلانه خدتها قعدت بعدها شهرين من غير شغل، صحيح. فكتير تلاقي ناس عايزه تاخد شغل في شغل دلوقتي هاته، ما انا مش ضامن بعد كده في ولا ما فيش، فتلاقي ده اللي بيعمل لك ستريس. فبتتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ شوف، هو حاجه زي كده اولا بسيبها لله يعني زي ما ربنا وفقني وجبت شغل ان شاء الله مش يعني مش هيخزوني في حاجه زي كده. لكن انا بحاول قدر الامكان ان انا احافظ على العميل اللي معايا. مش يعني في عملاء كتير يعني ما فيش عميل بيجي لك 100% بيرفكت بيرفكت زي ما انت على هواك يعني. في عملاء مثلا بيجوا فيهم مثلا بعض العيوب، في حاجات انت مش حاببها فيه، لكن انت بتحاول تستحملهم يعني. لان انت بتحاول قدر الامكان انت تزود اللايف تايم فاليو بتاعت العميل، ان انت تاخد منه اكتر فلوس ممكنه، وفي نفس الوقت برضه تفيده باحسن استفاده. فانا شايف هو اكيد بتحصل دروبات في مثلا اشهر الحمد لله باخد ايده وبيخش لي فيها دخل كويس جدا، في اشهر بيخش لي فيها دخل قليل جدا، لكن انا بحاول قدر الامكان ان أنا احافظ على العميل واعمل له الشغل زي ما هو عايز، وفي نفس الوقت يعني بحاول اراضيه قدر الامكان طبعا بما لا يجي عليا بالسلب يعني. طيب. وبرضه كان في برضه عليا فترات كنت بحاول برضه زي ما انت قلت كده بقدم على شغلانات كتير وعملت فلوس كتير، لان مع ان بيبقى عندي ستريس، لان ببقى خايف ان انا افقد بعض العملاء. لازم يكون عندي دايما بيزم العملاء، لكن دايما بيبقى عندك نوعين من العملاء. في عميل بيكون ما شاء الله مستمر معاك دوت، حاول قدر الامكان ان انت تراضيه، وحاول دايما يعني حتى لو جه عليك مثلا في البيمنت قالك مثلا طب معلش ممكن بقى نقلل البيمنت شويه وحاجه زي كده، يعني حاول تتفاوض معاه. وفي عملاء هو بيجي مثلا عايز منك شغلانه اسبوعين شهر وخلاص ومع السلامه. فدايما حاول تزود من العملاء اللي هم البيز بتاعتهم او اللي هم اللونج تيرم، حتى لو البيمنت بتاعهم اقل شويه. معتمد على اللايف تايم فاليو او فتره حياه او شغل العميل معاك.
بالظبط. طيب مصطفى، تنصح بإيه لحد شغال جديد أو عايز يبدأ جديد؟ رسائل كتير بتجيلي، احنا عايزين نبدأ بيزنس اونلاين، او احنا عايزين، عارف انت، الناس اللي يا اما عايزة تسيب قيود الوظيفة، او الناس اللي عايزة تشتغل فريلانسرز، او الناس اللي عايزة تبدأ بيزنس اونلاين. وانا شايف ان الفريلانس او انك تعمل ايجنسي من احد انجح البيزنس مودلز اللي انت تبدأ بيها مع نفسك، لان مفيش راس مال. فتنصح بإيه اي حد لسه جديد عايز يبدأ؟ طيب انا شايف ان هو يعني اول حاجه توكل على ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه ان هو يعني ياخد الخطوه ويبدا. اللي أنا فاهمه من كلامك ان هو ما عندوش بورتفوليو وما عندوش سابقه اعمال، فيعني يحاول يبدا ويحاول ان هو يقدم. يعني زي ما قلت كده، موضوع التركات مهمه جدا، ان هو يقدم على شغلانات في الخليج، ويحاول وهو بيقدم على الشغلانه يقدم جارانتي. ودوت اللي انا عملته ليه في اول شغلانه. كنت بقول له جارانتي، اللي هو ضمان. لو الشغلانه ما جاش منها نتائج هتاخد فلوسك كلها تاني. وساعات كنت بقول لهم لا، انا هديك فلوس كمان. فهو يبدا بكده، ان هو يبدا لو هو عايز يبدا مثلا فريلانسر. انا شايف ان ابورك موقع بصراحه ممتاز جدا. انا شفت بقيه المواقع، بس ابورك انا اكتر واحد حبيته. يعني هو يبدا من عليه، يبدا يعمل بروفايل بتاعه كويس جدا. يعبر عن نفسه في البروفايل زي ما هو عايز، مش ياخد كوبي بيست من حد نجح وخلاص. لان انت مش عارف الشخص الناجح دوت او التوب ريتد دوت اول بروفايل بتاعه كان عامل ازاي. يعني لازم تكون عارف. لازم يكون البروفايل بتاعك يعبر عنك فعلا. حاول قدر الامكان تدي ضمانات. الاول ريت بتاعك يكون قليل قدر الامكان. ممكن تبدا ب $5 او $9، مش مشكله. ومع الوقت يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. بس انت ما تكونش مستعجل. يعني دي اهم نقطه. انا زي ما قلت لك، انا من اول اسبوعين الكونكس بتاعتي خلصت، وقعدت اجدد في كونكس مره واثنين وثلاثه لحد ما لقيت شغلانه. فانا كنت عارف ان الموضوع دوت شاق وياخد وقت. فانت لازم برضه تبقى عامل حسابك ان انت كفريلانسر عشان تبدا يخش لك دخل كويس من الفريلانسر. انا شايف ان هو لا يقل عن 3 شهور او 6 شهور، ممكن توصل معاك حتى لسنه لحد ما تبدا شغال فريلانسر. بس الموضوع يستحق. يعني انت الموضوع زي ما قلت لك، انا كنت بشتغل في شركات ممكن بتديني مرتبات كويسه، بس لقيت في الاخر ان العميل، ان انا لو اشتغلت مع عميل فريلانسر اشتغلت معاه مثلا في الشهر، انا ما بشتغلش في الشهر كله اكتر من 10 20 ساعه في الشهر كله، وباخد منه اكتر من الشركه. ده عميل واحد. فلا، الموضوع فعلا يستحق ان انا اخد 6 شهور او سنه، اخد ريسك ان انا اضيع شويه وقت علشان اقدم على عملاء او اقدم على شغلانات واجيب عملاء. دي انا شايف ان هي حاجه كويسه جدا. بس انت لازم يكون عندك صبر في الموضوع ده، وتحاول قدر الامكان تتطور. انا كنت في الاول يعني البروفايل بتاعي قعدت اطور فيه كذا مره لحد واقدم، وبرضه اطور في البروبوزلز واقدم على شغلانات كتير لحد الحمد لله ما لقيت اول شغلانه، وبعد كده الحمد لله استمريت. بما انك جبت سيرة البروبوزل، هل في عناصر بتعملها انت كتوب ريتد طورت في شكل البروبوزل او شكل معين للبروبوزل او العرض اللي انت بتبعته؟ حاسس ان هو مختلف عن الطريقة التقليدية؟ مرحبا سيدي الفاضل، اتمنى ان اعمل معكم. عندي خبرة رائعة في مجال الاي كوميرس، وقد حققت نجاحات باهرة، واتمنى ان تقبلوني في هذه الشركة الرفيعة. طريقة التعامل بتاعتك ازاي في ارسال البروبوزل؟ شوف، انا بصراحه بتكلم على راحتي. زي ما قلت لك، انا بقدم معظم بروبوزلز بالعربي. اه. فبتكلم باللهجه المصريه عادي، اللي هو اهلا مثلا انا عبد الله لقيت هو مثلا عنده مثلا جيم وعايز يسوق له، فبقول له لقيت ان انت عندك الصاله الرياضيه محتاج تسوق لها عندك في السعوديه. فانا الحمد لله اشتغلت مع كذا حد عنده برضو جيمات، وعنده صالات رياضيه، وجبت لهم نتائج. يعني انا بالاول بقول له انا لقيت ان انت محتاج ايه، المشكله اللي عنده. تمام. لازم اوريه ان انا فهمتها صح، وبعد كده اقول له ان انا من خلال خبرتي، لما ان شاء الله يكون عندك خبره يعني، انا بخبرتي كذا 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 اقدر اساعدك في الشغلانه ديت. لان الحمد لله كان في عملاء تانيين عملت معاهم كذا كذا كذا، وفي الاخر بحط له بقى ايه اللينك. مثلا انا حاطط الحمد لله معظم الكيس ستاديز بتاعتي حاططها على جوجل درايف، فبحط له اللينك بتاع جوجل درايف لو انت عايز تبص عليه مفيش مشكله. وفي الاخر لازم يكون في كول تو اكشن جايب عليها. يا اما مثلا يبعت لي مثلا لينك الموقع بتاعه اللي هو مثلا اي كوميرس، اقول له مثلا يبعت لي لينك المتجر بتاعك، اقول لك شويه حاجات تحسنها فيه. يا اما مثلا اطلب منه نخش ميتنج مثلا ربع ساعه او نص ساعه، احكي له فيه او اديه مثلا فري كونسلتيشن ان هو ازاي يطور البيزنس بتاعه. لازم في الاخر احط له كول تو اكشن معين. فانا في البروبوزل كالتالي، اول حاجه برحب بيه باسمه، بتكلم على طبيعتي، بقول له مثلا والله لازم اكون مفهمه ان انا فهمت المشكله كويس جدا. بقول له ان انا من خلال خبرتي اقدر ازاي اساعدك في هذه المشكله، وايه الخطوات اللي انا اعملها عشان اساعدك في هذه المشكله، واقدم له السوشيال بروف، مثلا الكيس ستوديز اللي انا عملتها قبل كده. وبعد كده في الاخر لازم يكون في كول تو اكشن واضح يعمل معايا ايه. هو لو حد انت مقدم على تخصص اول مره تشتغله يا مصطفى، حاجه زي الصالات الرياضيه دي، وانت ما عملتهاش قبل كده ككيس ستادي، مم.
بتقدم كيس ستادي لحاجه مختلفه، ولا بتقول لهم ايه؟ بقول له ان انا عندي خبره، مش بقول له بقى في موضوع الصالات الرياضيه، بس انا بقول له ايه، عندي الحمد لله مثلا خبره سنتين، وصرفت اكتر من 100,000 دولار في الاعلانات المموله، وديت كيس ستاديز تقدر تتاكد بيها ان انا فعلا جبت نتائج لعملاء سابقين بشكل عام. امم. لازم يكون عارف ان انا ايدي جريت بشكل عام في الايه، في الاعلانات. وبعد كده بقول له ممكن مثلا اقترح له خطه معينه ان هو ازاي يسوق للصوره الرياضيه، اقول له مثلا بعض الحاجات اللي احنا ممكن ان شاء الله نستخدمها عشان نسوق للصوره الرياضيه. هو ساعتها مش هيفكر، او معظمهم ممكن ما يفكروش يسالني ان انت سوقتها بكده صوره رياضيه ولا لا، ما دام هو عارف ان انا فاهم تسويق. فدي نقطه مهمه جدا. بس فديت الحاجه اللي انا بحاول اعملها يعني. طيب، في حاجه عايز تقولها او تضيفها قبل ما ننهي اللقاء بتاعنا؟ بس عايز اقول يعني، زي ما قلت قبل كده، حاول تبدا. ما تخافش من الفشل. شوف، وانا بصراحه كنت بسمع الكلام ده قبل كده، بقول لي يا عم دوت ناس بيقولوا كده وخلاص، والاجانب بيقولوا كده وخلاص، واحنا بنقلدهم. لا بس فعلا يعني ابدا، ما تقلقش. وانا برضه في الاول كنت قلقان، بس الحمد لله لما بدات والدنيا مشيت معاك، انت وقفت في نص الطريق، انت كده ما استفدتش حاجه. لا، كمل لحد ما الحمد لله ربنا يوسع عليك في موضوع الفريلانسنج دوت، وهتلاقي في الاخر ان انت فعلا الوقت اللي انت كنت بتستغله وكنت بتقدم فيه على شغلانات وكنت بتصبر فيه فعلا كان يستحق. فدي حاجه مهمه جدا. متشكر جدا ليك يا مصطفى على وجودك معايا، واتمنى ان يكون اللقاء ده كان مثمر للناس. يعني احنا سرحنا بالوقت، الاسئله خدتنا. يعني هو مصطفى كان بيقول لي هل في اسئله معينه او حاجه نتكلم فيها، انا قلت له خليها تيجي بظروفها، وانا فعلا هو الموضوع جه بظروفه. توبيك الفريلانس من الحاجات اللي انا شخصيا يعني يمكن فضلت كتير في عالم البحث عن الربح عن طريق الانترنت سنين طويله، لحد ما لقيت الفريلانس، وده كانت الحاجه الوحيده اللي ايه السناره شبكت معايا. فانا من الناس اللي هي بتحب شغل الفريلانس والشغل الايجنسي او الشغل مع العملاء، لان زي ما قلت انت ما عندكش اي ريسك، ده فري كاش فلو حرفيا. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الكلام اللي مصطفى شاركنا بيه وخد من وقته، واحنا قاعدين بنسجل الساعه 1 بالليل دلوقتي عشان نطلع لكم الفيديو ده. اتمنى تكونوا استفدتوا منه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجه استفدتوها من الفيديو ده وناويين تطبقوها ان شاء الله، وهل جربت تشتغل قبل كده على اب وورك ولا لا، ولو لا مستني ايه. شكرا ليكم وشكرا لمصطفى، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.